السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ على طول من غير مقدمات. فيديو بتاع النهاردة بنتكلم على جمل غريبة شوية في اللغة الإنجليزية. لو جيت تترجمها ترجمة حرفية يعني هتبقى نكتة، حاجة تضحك. يلا بصوا كده الأول جملة اللي هي كلمة بريك ا ليج. كلمة بريك ا ليج معناها حرفيا اكسر رجلك، اللي هو باللون الأحمر ده. أيوة، المعنى الصحيح تحتيه معناها بالتوفيق. نخش بقى على الجملة التانية. نخش على الجملة التانية اللي هي بادئة It's running cats and dogs. نقولها تاني. It's running cats and dogs. دي حرفيا المعنى تحتيها هو انا كاتبه: الدنيا تمطر قطط وكلاب. ده اللي هو هيجي يترجمها حرفيا: الدنيا تمطر قطط او قطط وكلاب. ده غلط. طب الصح ايه؟ معناها بتمطر جامد. الصح بتاعها بتمطر ايه؟ جامد. تالت جملة بقى مكتوب ايه؟ هيت. ايوه، ذا ساك. دي حرفيا معناها اضرب الكيس. هيت ذا كاس اللي هو باللون الاخضر ده. هيت ذا ساك معناها اضرب الكيس. الصح تحت خالص اهو، اخر جملة: هروح انام. يبقى شوف انت لو ترجمتها ترجمة حرفية هتبقى حاجة مضحكة. يعني أول جملة قلنا بريك ليك، دي معناها الصحيح بالتوفيق. لما أقول للحد بالتوفيق يبقى معناها إيه؟ أو بالإنجليش بريك ليك. عايز أقول الدنيا بتمطر جامد، It's raining cats and dogs. مش معناها الدنيا بتمطر قطط وكلاب. هيت ذا ساك الصح بتاعها طبعا ان انا هروح انام، تمام، لكن مش معناها اضرب الكيس. لو عجبتك المعلومات اللي في الفيديو فضلا وليس امرا اشترك في القناة، وياريت تفعل زر الجرس وتعمل لايك عشان يجيلك كل جديد. ما كان معاكم مستر رمضان مهران في قناة مستر رمضان اونلاين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.